السلام عليكم وأهلا وسهلا بيكم في بودكاست نص الليل. معاكم حسام علي وأنا الهوست للبودكاست الجميل ده. وفي البودكاست ده بنتكلم فيه عن مواضيع ومواقف مختلفة ممكن نكون بنمر بيها في شغلنا مع صحابنا أو في البيت. وهتلاقوا حاجات كتير أوي مشتركة ما بيننا لما نتكلم في الحاجات دي في كل حلقة. وللعلم يعني الكلام ده من وجهة نظري الشخصية، مش كلام علمي خالص على الإطلاق. فيلا بينا نشوف حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن إيه. أهلا أهلا يا حبايب، إزيكم؟ عاملين إيه أخباركم؟ كويسين؟ إن شاء الله تكونوا كويسين وبخير وبسلام دائما وأبدا. النهاردة خلاص إحنا ودعنا رمضان وودعنا العيد وكمان ودعنا الشتاء بقالنا حبة، وحاجة يعني قمة ليه كل حاجة حلوة عمرها قصير حرفيا، لأني بحب الشتاء جدا. ورمضان السنة دي الحمد لله زي ما أنا قُلت لكم قبل كده إنه كان حلو جدًا وتحفة جدًا بالنسبة لي. والعيد الحمد لله كان لطيف وجميل جدًا كتجمُّعات عائلية يعني. ف فاللي هو 3 حاجات كده حلوين باحبهم راحوا ورا بعض. بس يعني نقول الحمد لله في الأول وفي الآخر. وإن شاء الله كده رمضان اللي جاي السنة الجاية تبقى الدنيا أحسن وأحسن، وهيكون داخل في الشتا أكتر، ومش هيكون ودّعنا الشتا وإحنا في آخر رمضان، إن شاء الله هيكون كده رمضان واخدينه package على بعضه جوّه الشتا، وديّة حاجة حلوة جدًا، لإن أنا باعشق الشتا، باعشق الشتا، أكره الصيف يعني كراهية بشعة. ليه ما أعرفش، بس أنا ما باحبش الصيف غير في الأسبوع اللي ممكن نروح نصيف فيه أو الكام يوم اللي باروح أصيف فيهم. بحُكم إن مؤخرًا بقى الموضوع ما بيضبطش مع الشيفتات يعني. بس هو بالنسبة لي الصيف حلو كده بس، يعني المصيف فقط، غير كده أنا ما باحبوش، شمس بقى وحَر وتلزيق وعرق وقرف وحاجة يعني بشعة. مهم، خلّيني أرحّب بيكم وأقول لكم أهلًا بيكم في الحلقة التاسعة من بودكاست نُص الليل، والنهارده هنتكلم عن حاجة مهمة جدًا. بس الأول خلّيني أحكي لكم حكاية كده بسيطة. أنا من أسبوعين بالضبط افتكرت قبل ما أنام كده حادثة حصلت لي، أو مش حادثة، يعني مش حادثة جامدة، بس حادث ما حصل وأنا صغير. تقريبًا كنت في أولى ثانوي أو تانية ثانوي. كنت رايح درس فرنساوي. أنا فاكر الحدث عمومًا، بس مش فاكر أنا كنت وقتها كام سنة، بس يعني غالبًا كان أولى ثانوي أو تانية ثانوي. وكنت رايح درس فرنساوي وكنت باعدّي الشارع وإذ بعربية بتاكسي راح خابطني. يعني خبطة الحمد لله كانت بسيطة جدًا الحمد لله، بس أنا طلعت على الكابوت ورُحت إيه، متزحلق ونازل في الشارع. الخضة هنا كانت من كَم الناس اللي حواليّا اللي فجأة ظهروا من حيث لا نعلم. ومن سواق التاكسي اللي نزل هو مخضوض عليّا لإنه خايف إن أنا يكون حصل لي حاجة. هو كده التاكسي ما حصلوش حاجة، أنا طلعت على الكابوت سِنّة ورُحت متزحلق نازل في الشارع يعني. وأنا الحمد لله برضه ما حصليش حاجة فاهم. خضّة الراجل عليّا لإنه ممكن يحصل له حاجة لو اتعمل محضر أو حاجة أو المرور جات أو كده يعني. ومن خضّتي أنا نفسي من الموقف، لإني ما خدتش بالي. أنا معدّي وأنا مش واخد بالي من إن في تاكسي جاي. الحمد لله إن هو ما كانش جاي بسرعة، الحمد لله إنها جات على قد كده. يعني الحمد لله على الموقف كلّه إنها جات على قد كده. بس من هول الموقف أنا من بعدها وأنا ركبي بتخبط في بعضها. أنا خلاص بقى باقي كام متر كده على المكان اللي فيه الدرس، وداخل السكرتارية اللي برّه عارفينّي وعارفين إخواتي وعارفين مامتي وعارفين كل الناس دي. ف يعني غالبًا أنا وشّي كان لونه متغيّر وركبي بتخبّط في بعضها وإيدي بتترعش. فقالوا لي: "مالك؟" رُحت معيّط. يعني حرفيًا ما خلاص ما فيش حاجة تانية هاقدر أعملها. فضلت أعيّط، أعيّط، أعيّط ومش قادر أتكلّم، لإن الموضوع بالنسبة لي كان مُرعب، مُرعب جدًا. المهم يعني وخلاص بقى تداركنا الموقف وخلّوني أكلّم ماما بعد الدرس وإنها تيجي تاخدني، لإن أنا حتى ما كنتش قادر أمشي. والدرس حتى أنا ما كنتش مركّز فيه من كتر ما أنا عمّال أفكّر في الموضوع، وإن لو كان حصل كذا كان إيه اللي هيحصل ومش عارف إيه. فاهم، دخلت في سيناريوهات يعني ما أعرفهاش، وحاجة في علم الغيب يعني ما أيًا يكن إيه اللي كان هيحصل أنا ما أعرفهوش، وما أعرفش كان هيبقى مساره إيه.
فإيه اللي دخّلني في الحتّة دي ما أعرفش، بس ولا الدرس ركّزت فيه ولا أي حاجة، وكنت قاعد طول الدرس باترعش وحالتي حالة خالص يعني. المهم يعني إن أنا بعد كده ده علّمني حاجة مهمة جدًا، إن أنا عيني حرفيًا تبقى في وسط راسي زي المثل اللي بيقول والّا مش فاكر كان إيه يعني فيما معناه حُط عينك في وسط راسك، إنّك تكون بتبُص يمين وشمال وفوق وتحت وأنت بتعدّي، وأنت بتعدّي الشارع. وده هيخلّينا النهارده بقى نتكلّم عن إيه، عن الأمان. الأمان في حاجات كتيرة أوي في حياتنا حوالينا إحنا بنعملها ومش حاسين بأهميتها، من أول حزام الأمان في عربيتك، ل لتعدية الشارع زي ما اتكلّمنا، وكُنّا اتكلّمنا فيها قبل كده وهاتكلّم عنها تاني النهارده. للأنفاق اللي بتتعمل، للإشارات اللي معمولة، للكباري المُشاة اللي يعني هتتضمّن حاجات كتيرة أوي. بس خلّيني الأول أقول لكم على أول حاجة اتكلّمنا فيها هي حزام الأمان. حزام الأمان ده من اسمه، هو اسمه حزام أمان، ما اسموش دي كارت تعريفي اللي هيعدّيني من الكمين أو كارت تعريفي اللي هيعدّيني من الرادار. فباكره جدًا، جدًا إنّك تكون شخص سايق عربية وما بتحبّش تربط حزام الأمان، يقول لك أصله بيخنقني، طبيعي، أي حاجة هتكون يعني بتمسكك في مكانك هتخنقك، ده شيء طبيعي، بس حُط سيناريوهين قدّامك، حُط إنّك رابط الحزام وحُط إنّك مش رابط الحزام، وامشي على سرعة فلنقل 100 كيلومتر والبس في حيطة، يعني لا قدّر الله يعني وبعيدًا عن أي حد ممكن يحصل له أي حاجة من الحاجات ديّة يعني، بس حُط السيناريوهين دول في مُخّك كده وفكّر فيهم، أو حُطّهم على اللعبة بتاعة beam مثلًا حُط بقى دمية جوّه وشوف إيه اللي هيحصل فيها لو ده اتعمل. اربط حزام وامشي على سرعة 100 كيلومتر في الساعة والبس في حيطة و وما تح و و يعني حُط الحزام في مرّة وما تحُطّش حزام في مرّة تانية، وشوف إيه اللي هيحصل. المَرّة اللي أنت مش هتحُط فيها الحزام دي، أنت حرفيًا هتطلع من الإزاز بتاع العربية، من البرابريز اللي قدّام ده وهتلبس في الحيطة، وغالبًا هتتخرشم، يعني هتاخد كده إيه، كسر حوض على كسر فقرات على ممكن كسر جمجمة، يعني هتاخد شوية كدمات حلوة كده، مش كدمات sorry شوية كسور حلوة. على النقيض بقى إنك لو رابط الحزام، إن أول ما هتلبس الairbag هتفتح، الحزام هيمسك جامد وهيشدك لورا فهيبقى عندك كدمة بسيطة كده على صدرك، وممكن ناحية كتفك، وممكن الairbag يعني لو أنت راسك ميّلة ناحيتها إن ييجي لك كدمة في مناخيرك والّا في وشّك من فتحة الairbag بس، ده بس اللي هيحصل. بُص بقى للناحيتين كده وشوف إيه اللي أنت تفضّله لحياتك، ولأمان حياتك، ولأمان أسرتك، ولأمان أهلك، ولأمان أطفالك، ولأمان مراتك، ولأمان أختك. مامتك، باباك، أي حد من الناس اللي أنت بتركب معاهم العربية أو اللي بيركبوا معاك العربية. فكّر فيها كده وهتلاقي نفسك كل ما هتركب العربية بتربط الحزام. ليه مش هاقول لك ليه في دول أوروبا مش عارف إيه، ليه الحزام ده شيء مهم، مش هاحكي لك بقى ليه هم هناك بيعملوا كده وليه أنت هنا بتعمل كده، لأ خالص. هو ليه الحزام مهم؟ عشان الحاجات اللي أنا باقولها لك دي. وهو معمول لهذا السبب، إنه ينقذك لو لا قدّر الله دخلت في حادثة كبيرة، إنك يعني إنك فعلًا ممكن حادثة بسبب الحزام بس، الموضوع يبقى أخف 1000 ضعف عن إنك ما كنتش رابط الحزام. وبُص يعني بُص على فيديوهات وبُص على ناس وبُص على كلام شركات العربيات والتكنولوجي اللي بيحطوها في الحزمة والحاجات دي كلّها، وأنت هتفهم هم ليه بيحاولوا يعملوا ده. الأمان والscore اللي بيحطوه لأمان العربيات ده مهم جدًا لحياتك. ده في العموم حتى وأنت بتفكّر تشتري عربية ما تسترخصش، اشتري عربية تحافظ عليك وأنت جواها، ما تبقاش عربية شبه السكوتر أو شبه الموتوسيكل وأنت راكبها كده أنت في الهواء الطلق، كإنّك في الهواء الطلق، اسمهم 4 بيبان حواليك وشوية صَاج، لكن أي لبسة هتروح فيها، ففكّر في ده، ما تبقاش بتفكّر إن أنا يا دوب جِبت عربية، إن أنا يعني باجيب عربية أو أيًا يكن، إنّك عايز عربية وخلاص، لأ، فكّر في مستوى الأمان العالي في كل حاجة أنت بتختارها، لإن دي في الأول وفي الآخر هارجع وأقولها تاني زي ما قُلناها قبل كده،
دي حياتك، ما حدش هيحافظ على حياتك غيرك. أهلك هيبقوا بيحافظوا، بس أنت الأكثر آآ حفاظًا على حياة نَفْسك أنت شخصيًا. ففكّر فيها كده وهتلاقي الموضوع يستحق التفكير وهتفهم أنا باتكلّم في إيه. ليه بقى أنا باقول لك إن حزام الأمان مهم وإنه مش كارت تعريف عشان أعدّي رادار أو أعدّي كمين، لإني باُستفز فعلًا من سواقين الميكروباصات أو سواقين الأوتوبيسات أو أيًا يكن إيه اللي هُم بيعملوه، في إنهم قبل ما يدخل على الرادار يقوم حاطط الحزام كده من بعيد لبعيد وخلاص. إن أنا رابط الحزام، يا جماعة ده مش يعني مش هتاخد جايزة لمّا ده يحصل، بالعكس أنت ده أمانك أنت، حتى لو أنت جوّه البلد، حتى لو أنت سايق على 40، حتى لو أنت سايق على 60، أنت ما تضمنش. يعني هي مش سرعتك دي العامل الوحيد، مش سرعة عربيتك هي العامل الوحيد في الحادثة، سرعة العربية غيرك اللي ممكن تخبط فيك أنت وأنت سايق بالراحة، ده عامل أكبر، لإن آآ هو ممكن يكون جايب سرعة جنونية ويلبس فيك أنت، فأنت ما تقوليش والله أصل أنا سايق على 20، أصل أنا سايق على 40 جوّه البلد مثلًا، لا، لا، لأ خالص، ممكن حد ييجي مجنون يلبس فيك حزامك برضه هو اللي هيلحقك، فليه؟ يعني ليه ما نفكّرش فيها؟ وبجد أنا نِفْسي في قانون صارم يتم من الدولة في الحتّة ديّة، هُم بيحاولوا والرادارات ومش عارف إيه، بس ما إحنا عارفين مكان الرادارات، عارفين كل الحاجات دي، بس فعلًا هي للأسف هي ثقافة، هي ثقافة، بس برضه الناس لمّا بتتقرص بتاخد بالها. ف فيعني حرفيًا هو لو حد كل اللي هُم بيعملوه ده عشان خايفين يدفعوا، لكن هُم مش خايفين على حياتهم للأسف الشديد، للأسف الشديد كلمة باقولها وأنا فعلًا متضايق منها. الناس دي بتعمل الحركة دي عشان ما يدفعش بس، لكن غير كده هو ولا خايف على حياته ولا نيلة، ومش فاهم ليه، يعني مش فاهم مين في الدنيا ممكن ما يخافش على حياته. حاجة غريبة، حاجة غريبة جدًا بالنسبة لي. و وبعدين يعني النقطة المستفزة الأكتر، يا ريته مثلًا بيربط الحزام في مكانه، لأ، 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 بيشده كده ويحطه جنبه. استفدنا إيه برضه من الحركة دي؟ يعني هي مش يعني العربية مش هتحس إنك شديت الحزام قدامك فخلاص، لكن لأ، هو مكانه ده مهم، اللي هو بيدخل فيه اللي بيعمل lock على الحتة المعدن دي، دي حاجة مهمة. ميكانيزم الحزام كله مش هيشتغل غير لمّا أنت تعمل الحركة دي. فبجد يا جماعة حافظوا على حياتكم وحافظوا على حياة أهاليكم والناس اللي حواليكم، ما تبقوش آآ حرفيًا كده ما عندكم لا مبالاة بأي روح حواليكم، دي في الأول وفي الآخر هي روح. آآ نيجي لنقطة تانية، نقطة تعدية الشارع، سواء بقى إشارات، سواء أنفاق، سواء كباري. اتكلمنا فيها قبل كده بس هاتكلم فيها تاني لأنها تخُص الموضوع ده أكتر يعني. تعدية الشارع أنت دي نقطة بقى مهمة، هي دي بقى ما بقتش حياتك برضه لوحدك، هي بقت حياتك وحياة غيرك. عارفين الحكاية اللي أنا حكيتها في الأول، زيّها بقى ينطبق لو الشخص يعني سواق التاكسي ده كان سايق بسرعة وأنا اترددت كمان، يعني لو أنا كنت واخد بالي منه وعدّيت من قدّامه وبتردد، كان إيه اللي ممكن يحصل؟ ممكن أقول لك سيناريوهين إن ما كانوش أكتر. السيناريو الأول إن أنا هاتردد شوية بس هاطلع أجري وهاوصل للرصيف اللي في النُص هابقى خلاص عدّيت وهو كمّل، وده تمام، ده سيناريو آمن وكويس، بس ده خطر برضه يعني في سِنّة خطورة إنّك يعني خاطرت بحياتك شوية. السيناريو الآخر إنّك اترددت والراجل اتردد، فبقيتوا أنتم الاتنين رايحين في نفس الاتجاه، أنت طالع ناحية الرصيف وهو بيحاول يروح لهناك أكتر، فبقيتوا أنتم الاتنين رايحين لنفس الاتجاه، أنت رايح ناحية الرصيف وبتجري، الرصيف اللي في النُص، وهو برضه رايح في نفس اتجاهك، فحرفيًا هو هيلبس في الرصيف وهيطلع هيخبطك، هيرميك الناحية التانية، مش بعيد عربية من الناحية التانية تيجي تشلوحك، فأنا استفدت إيه؟ ولا حاجة. عارفين بقى أنا مؤخرًا بقيت باعمل إيه؟ بقيت لو الدنيا بُصّوا اتطربقت زحمة زحام شديد وعايز أعدّي ولا الهوا، أفضل واقف بالربع ساعة والنُص ساعة ما عنديش مشكلة،
لحد ما تهدى خالص وأعرف أعدّي. ده لو مكان لا فيه إشارات ولا فيه أنفاق ولا فيه كباري مشاة. لو في بقى إشارة، كوبري مشاة، نفق، هاروح لحد عنده حتى لو هامشي بال10 دقايق، ما عنديش مشكلة، هامشي من الناحية دي بال10 دقايق وهارجع من الناحية التانية بال10 دقايق، عشان دي حياتي في الأول وفي الآخر. اتعلمت من إن أنا لمّا ما كنتش واخد بالي إيه اللي كان ممكن يحصل لي، واتعلمت إن أنا كمان لو أنا في إشارة وحسيت إن يعني لو الإشارة لسه بتعِد في الأخضر، يا عم 200 وشوية، 200 وشوية ثانية، ده كتير، ده كتير، ده كتير، يعني لو قُلنا مثلًا 240 ثانية، دول 4 دقايق، حلو، كتير أوي بقى بالنسبة لأي حد ممكن يبقى واقف مستني 4 دقايق عشان يعدّي، ولقى الدنيا هدِت شوية فبيقوم معدّي. ده خطر جدًا، لإنّك ما تعرفش إيه اللي ممكن يحصل. هاقول لك سيناريوهين برضه ممكن يحصلوا في الحتّة دي، إنّك عدّيت بسرعة شوية فجريت، فلنفترض إن الدنيا كانت مزحلقة من تحتك، قشرة موزة صغنونة أنت ما شُفتهاش، رُحت معدّي من عليها، اتزحلقت، عربية جاية بسرعة راحت بالسلامة. طب وليه إيه لازمته؟ ما تستنى الإشارة لمّا تُقف خالص، فالعربيات هتبقى واقفة خالص، الإشارة تبقى محمرة للعربيات وخضرا ليك أنت كمُشاة وتعدّي بأمان وبسلاسة وبكل أريحية، مش هتبقى بتعدّي بسرعة ولا بتسابق الزمن ولا أي حاجة. باكرهها جدًا الحركة دي لمّا ألاقي إحنا واقفين في إشارة ممكن بال3، 4 دقايق وييجي على آخر 60 ثانية لأ الدنيا فاضت عشان الإشارة مثلًا اللي قبلها قفلت، فالدنيا في النُص فاضت شوية فما بقاش في عربيات، يقوم معدّي. هي النقطة مش في كده، يا سيدي ماشي أنت عدّيت بأمان وبسلام وبكل أريحية ما عنديش مشكلة، أنت عدّيت الحتّة دي، بس الناحية التانية أنت وقفت في النُص، في الجزيرة اللي في النُص وعايز تعدّي الناحية التانية، هتستنى الإشارة الناحية التانية تبقى كان إيه لازمته من الأول ما تستنى هنا. يعني مش هاتناقش فيها أوي لإن ديّة فيها إيه، يعني فيها كده حتّة كل واحد ومزاجه يعني، بس حاول بقدر الإمكان استنى الإشارة تُقف في الناحيتين، كده هتبقى واقفة في الناحيتين وهتعرف تعدّي. الأكثر استفزازًا بالنسبة لي بقى سواء نفق أو كوبري مشاة، إنّك تلاقي واحد بيعدّي من تحت كوبري مشاة، شاب جميل، طول بعرض، عضلات، فورمة، حلو كده، يعني ما شاء الله ليه صحته وتلاقيه بيعدّي من تحت كوبري المشاة أو بيعدّي من فوق النفق، اللي هو يخرب بيت يعني دماغك، يخرب بيت دماغك حرفيًا، لإنّك إيه ده! فكّرت إزاي طيب وأنت بتعمل الحركة المتخلّفة عقليًا دي؟ يعني إيه اللي وصّلك إنّك بتعمل ده؟ كوبري فوقك، اطلع كام سلِّمة هتطلعهم وتنزل من الناحية التانية وهتبقى معدّي والدنيا زي الفل وجميلة، لكن ليه تجري؟ خصوصًا الحاجات دي بتتعمل لمّا بيبقى الطريق مفتوح، يعني من 60 وأنت طالع، 60 دي سرعة لو أنت عربية خبطتك، أنت يعني هندعي إنّك تعيش، هندعي شوية إنّك تعيش. أولًا أنت هتخرشم العربية، وثانيًا أنت شخصيًا هتتخرشم، الراجل اللي جوّه العربية غالبًا مش هيحصل له حاجة. إيش استفدت؟ يعني بالله عليك قُل لي إيه اللي استفدته؟ مش هتلاقي أي استفادة، يعني استفادة اللي ليك اللي أنت تقدر تستفيدها من هذا الموقف، إنك تتعلم إنك تطلع الكوبري أو تنزل النفق. بجد الموضوع بالنسبة لي فعلًا بابقى حاسس إن أنا مش قادر آخد نفسي كده شوية لمّا باشوف حد بيعمل الحركة دي، لإني أنا مُشاة في أيام، سايق في أيام، راكب جنب سواق في أيام، فكل الحاجات دي بالنسبة لي باشوفها يوميًا، يعني باشوف غيري بيعمل الحركة ديّة وأنا ماشي، باشوف غيري بيعمل الحركة ديّة وأنا سايق، باشوف غيري بيعمل الحركة دي وأنا راكب جنب حد، وبابقى الموضوع بالنسبة لي مستفز جدًا، وخصوصًا بقى على الطرق السريعة، الطرق السريعة كسفر بقى، صحراوي والّا زراعي والّا أيًا يكن. أنت ماشي على أقل حاجة هتكون 90 في الزراعي، الصحراوي هيبقى أقل حاجة يعني مش أقل حاجة، أكتر حاجة سوري 120 فأنت من ناحيتين أقل حاجة 90 وأعلى حاجة هنا 120 أنت مستني إيه من عربية ممكن تكون جاية أكتر من كده كمان، مستني إيه؟ وبعدين يعني برود بقى، بتلاقي ناس باردة برود بشع، أولًا بيعدّي بوَرْب شوية، يعني بيمشي ب بميل شوية كده، ما بيمشيش عِدِل، يعني لو هو شايف السور اللي في نُص الطريق من ناحيتين
شايفه قدامه هو ما بيعدّيش عليه 90 درجة، لأ، لأ، هو بيعدّي بزاوية كده شوية 45. طب ليه تعمل الحركة دي؟ أولًا أنت بتاخد وقت أكتر، ثانيًا أنت ممكن أي حد جاي بسرعة أنت ما تحسبش المسافة، يعني تخطئ في تقدير المسافات ما بينك وما بين العربية اللي جاية من بعيد، وأنت مش عارف هي ماشية على سرعة كام، مش عارف هتوصل لك إمتى، مش عارف أي حاجة من الحاجات دي. الله أعلم هو أصلًا شايفك والّا مش شايفك، ممكن ما يكونش شايفك ولا واخد باله منك، وتلبس يعني ما دي 120 بقى. السيناريو اللي فات كان 60 وخبطتك هتتخرشم، دي 120 قُل على نفسك يا رحمن يا رحيم، خلاص. وحرفيًا في القانون أنت ما لكش أي دِيّة في الحتّة دي، لإنّك بتعدّي من طريق سريع، أنت عارف إن ده طريق عربيات أيًا يكن، وحتى لو برضه في أي حاجة في وسط البلد، أنت ما تبقاش ماشي ببجاحة في وسط الشارع وبتبجّح مع اللي راكب عربية، تقول له إيه يا عم امشي بالراحة، لأ. ده طريقه هو، أنت امشي على الرصيف. أنا اتكلمنا في الحتّة دي قبل كده، وإن الرصيف دايمًا مليان وإن إن المحلات حرفيًا ما عندهاش ذوق وما عندهاش أدنى معرفة بقوانين ولا أي حاجة، بس يعني حاول تمشي على الرصيف، حاول قدر الإمكان امشي على الرصيف، لإن ده مكانك اللي أنت تمشي عليه، وحقك إنّك تمشي عليه. حق العربيات إنّها تمشي في الشارع، ومش حقك إنّك تمشي في الشارع. نُقط بسيطة خالص، خالص، والله خالص، مش هتاخد منّك كام ثانية كده، بس هتحس بأهميتها. النقطة التانية برضه، أمّا تيجي تتكلّم في مواصلة عامة مثلًا، الناس اللي بتطلع تجري عشان يعني تلحق أوتوبيس وهو ماشي أو ينزل وهو ماشي، إيش ضمّنك نزلتك على رجلك يعني هتخونك والّا هتبقى ماشية صح؟ إيه اللي ضمّنك؟ أنت مش ضامن أي حاجة من الحاجات دي. استناه لمّا يُقف، اجبره يُقف، يعني طالما هو المفروض إن هو بيُقف، هو يعني ما عندوش بنزين بس عنده بنزين وفرامل، اجبره إنه يُقف، انزل بالراحة خالص، مش لازم بقى الجدعنة والشهامة والسَّقّة اللي جواك يطلع وتقول له آآ على جنب وهو ماشي كده بالراحة تقوم ناطط من البتاع، لأ خالص، ما ينفعش، ما ينفعش نهائي يعني. حاجة غير آمنة بالمرّة. وإن خصوصًا يعني دي بقى للسواقين، خلّي بالك إنّك وأنت بتنزّل حد ما تبقاش واقف في تاني حارة من اليمين، يعني أقف على أول حارة من اليمين اللي هي لازقة في الرصيف قدر الإمكان، لإن ممكن لو أنت واقف على تاني حارة، للأسف، للأسف يعني اللي بييجوا من ورا ولا هاممهم أي حاجة، هو شايف إن الحارة ديّة فاضية وبيمشي بيعدّي منها، مع إن قانونًا هنتكلم فيها ده كمان شوية يعني، قانونًا هو المفروض ما يعدّيش من اليمين، ما يتخطاش من اليمين، المفروض يتخطى من الشمال، بس هُم يعني سواقين ميكروباصات في الغالب بيبقى عندهم خبلان شوية في مخهم يعني، أغلبيتهم عندهم مشاكل كده، فبتلاقيه بيعدّي عادي من اليمين ولا هَمّه، فأنت ممكن تنزل تلاقي واحد جاي يشايطك، فخلّي بالك برضه وأنت نازل بالراحة خالص، بُص كده من برّه الباب كده وبُص لورا، في حاجة جاية والّا مش حاجة جاية، سواء أنت بقى نازل من ميكروباص زيي، سواء نازل من أوتوبيس، نازل من أيًا يكن إيه هو، بُص كويس على اللي جاي من ورا، أنت لازم تاخد كل احتياطاتك وأمانك وأنت بتعمل حاجة زي كده. دي حاجة هارجع وأقولها، تهم صحتك الأول، ما تهمش أي حد تاني، صحتك أنت أولويتك أنت، من الآخر عشان بس نخلّص النقطة دي. نيجي لآخر حتّة بقى، وديّة أنا وواحد صاحبي كنا لسه بنتكلّم فيها، هو يعني شغّال في دولةٍ ما من دول الخليج يعني، ف فبيقول لي: "يا حسام الناس هناك عارفة قوانين أوي، بس ما بيعرفوش يسوقوا." فللأسف الواحد بيبقى في حتّة مش كويسة خالص وهو في وسطهم. على النقيض يقول لي: "في مصر الناس مش عارفة قوانين، بس أغلبهم بيعرفوا يسوقوا." ودي حقيقة شوية. فعلًا الناس كسواقة مش عارفة قوانين خالص هنا في مصر، خالص ما يعرفوش يعني إيه قوانين، تلات أرباعهم إن ما كانش 99% من الناس ما تعرفش إيه القوانين أصلًا. أبسط قوانين السواقة واللي فعلًا ناس كتير ما تعرفهاش بيسوقوا، إن في أي دوران أو ميدان يعني، الأولوية للي جوّه، مش الأولوية للي برّه خالص، عشان دي بجد تقرف، تقرف، بتلاقي ناس متخلّفة جاي من برّه من شارع وداخل عليك كإنه خلاص هو اللي ليه الأحَقية الكاملة،
وجاي بسرعته ولا هدّى ولا عمل أي حاجة ولا بَص عليك وأنت بتلِف ولا بَص عليك في أي حاجة، الأولوية للي جوّه، إن شاء الله فضل يلِف 1000 لفة جوّه، الأولوية هتفضل له. يعني لو هو بيلِف قدّامك كده، هيعدّي لسه من قدّامك، استناه يعدّي وخُش وراه، ما ينفعش أنت اللي تكسر عليه وتدخل قدّامه، ده ما فيش، ده ألِف ب كده قوانين سواقة دي ما فيهاش خالص. والأسوأ إن الناس مش عارفة أصلًا الإشارات اللي في الشوارع إيه، وحتى ما بيفكّرش يدوّر عليها. يعني ما يعني مثلًا إن شاف علامة محطوطة على الرصيف، هو ما بيفكّرش يدوّر دي معناها إيه، هي لو معمول عليها إكس ودايرة هو ما يعرفش إن دي ممنوع الوقوف، بس مثلًا هو ممكن يُقف، فييجي بعد كده ياخد مخالفة، ما كنتش أعرف إن دي ممنوع الوقوف، ما العلامة أهي، فكّرت تدوّر عليها؟ لأ ما فكّرتش أدوّر عليها. فعادي هو واخدها سداح مداح كده والدنيا حلوة والحياة زبادي في الخلاط، فيالّا بينا يعني. حاجة بجد يعني بشعة. والّا مثلًا إن العلامة اللي هي لونها أحمر كبير مدوّرة وفي النُص minus علامة شرطة بيضا صغنونة كده، دي معناها إنّك ما تدخلش الشارع ده، لكن تدخل وتقاوح وتبجّح بقى ولو عربية جاية في طريقها عادي تقول له: "لأ ارجع أنت." الكلام ده لأ، ما فيش، أنت ترجع بقى إن شاء الله الشارع كلّه كان نُص كيلو، ارجعوا كلّه بقى، أنت خُده بقى بضهرك بقى كلّه، عيش حياتك، عيش حياتك بس ما تجيش أنت تبجّح، ده هبل، هبل بجد والله، يعني أتمنى الناس فعلًا تبقى عارفة قوانين السواقة وهي سايقة، وطبعًا يعني حدِّث ولا حرج بقى عن الخطوط وأنت سايق بقى، دي أكتر استفزازًا على الطريق. الخطوط اللي هم عاملينها في الأرض مش عاملينها تفاريحي ولا إن حضرتك تبقى ماشي عليها وبتطمن، لا، لأ، هي دي عاملينها عشان يقسّموا الحارات حضرتك، فإن ما كانتش عندك المعلومة فأنا باقولها لك أهي يا عم، معلومة بسيطة، فأنت لو ماشي في طريق وعاملين لك 4 خطوط يبقى ده كام حارة؟ 5 بحسبة بسيطة، حاجة بسيطة خالص يعني إنك تبقى عارف إن الخطوط ديّة يعني حارة، يعني تمشي ما بين خطين، تمام؟ الموضوع سهل، بسيط. لا، 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 لأ، تلاقي الناس بقى ماشية على الخط، اللي مش واخد باله أصلًا من الخط وعمّال بيجنّح كده شمال شوية، يمين شوية، ومش مُدرك لأي حاجة حواليه، عشان واحد علّمه السواقة كان زيه، قال له فُكّك من اللي وراك وما تبُصّش للي وراك وما تركّزش مع اللي وراك وما تركّزش مع الزمامير لا، 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 لأ، أنا ولا هاممني، أنا هاخد كل ده هاقطعه كده يمين كده عشان عايز أدخل يمين، أنا لسه طالع من U turn بس عايز أدخل يمين على بُعد 10 متر، 5، 6، 7 حارات بقى أنا هاقطع ده كله بقى، يالّا بالسلامة يا باشا، كل اللي ورايا دول بقى في 60,000 داهية، إن شاء الله يلبسوا في أي حاجة. إيه ده! بجد إيه ده! يعني بابقى نفسي يعني أشوف ما يدور بداخل مخهم الناس دي، لإنه ما فيش بقى، تزمّر، تنوّر، تعمل، ما فيش، هو في اللا لا لاند، أنا ماشي والحياة حلوة الدنيا جميلة، وتلاقي بقى ناس بتتكلم في التليفون فمش مركّزة في السواقة، فعمّالة العربية تيجي منه شمال وهو مش واخد باله أصلًا، وبعدين إيه، أنت الخط باين قدّامك يراه أي كفيف، يعني حرفيًا يراه أي كفيف هو باين قدّامك، فأنت عمّال تخطّي خط، في التاني، في التالت، مش واخد بالك إن العربية بتروح منك شمال مثلًا خالص، مش واخد بالك من الحتّة دي، عقبال ما يُدرك بقى، يا إمّا يتأسف ويكون إنسان محترم، فبيتأسف عن غلطه، يا إمّا يبجّح أكتر، يقول لك: "إيه يا عم سايق." سايق إيه يا ابن التيت، يا ابن التيت، يعني مش عارف أقول لك إيه. أنا مؤخرًا بقيت باُستفز من أبسط الحاجات دي بجد، يعني بقيت عصبي جدًا في موضوع السواقة ده وإيه بقى ممكن أبقى بازمّر وأنوّر وأعمل كل اللي أنت عايزه عشان أخلّيك تفوق تبقى واحد سايق كده فايق. يا جماعة موضوع بسيط جدًا، عايز تتكلم في التليفون سماعة في ودنك، لكنك حاطط الموبايل على ودنك سواء اليمين أو الشمال، فحاجب الرؤية، ده إن كنت مركّز يعني مع الطريق، فأنت حاجب الرؤية عن مرايتك اليمين والشمال، فمش عاطي أي اهتمام بقى للي وراك من اليمين أو من الشمال، ده حتّة متخلّفة جدًا. وال و وفي نقطة مهمة برضه، الناس اللي مش عارفة الblind spot اللي في العربية أو النقطة العامية، إن مرايتك جايبة لحد حتّة معيّنة، وإنّك لازم تلِف راسك سِنّة أو تروح بأقصى عينك
يعني إنك تعمل عينك شمال سِنّة أو يمين سِنّة عشان تشوف في عربية جنبك بالضبط والّا لأ. إن ما كانتش عربيتك عربية جديدة وفيها الحتّة بتاعة الblind spot في المرايات، وإن هو بيحذّرك لو في عربية جنبك وأنت مش هتاخد بالك منها في المراية، مش هتشوفها في المراية، فبُص بعينك، ادّيها كده بصّة سريعة كده. لكن تكون عايز تقلب يمين فتقوم فجأة قالب يمين في عربية جنبك، هتلبّس الناس كلّها في حيطة يعني. ما حرام بجد، حرام يعني. مش عارف بجد أعملوا إيه، كورس تعليم قوانين سواقة، أومال بتسوقوا إيه طيب، بتسوقوا إيه؟ ربنا يهدي الجميع والله يعني. أنا كده على قدّي برضه يعني شوية في السواقة، مش عايز أقول إن أنا عمرو ماجايفر يعني بس يعني ربنا يهدينا جميعًا والله يعني. وحافظوا على حياتكم وحياة أهاليكم وولادكم وكل الناس اللي حواليكم، وأي حد بتركبوا معاه العربية أو حد بيركب معاكم العربية. حافظوا على حياة الناس اللي أنتم ماشيين معاهم في الشارع، خلّوا بالكم كويس أوي. عينك في وسط راسك، يعني خلّوا الأمان ده آآ priority كده، حاجة ذات أولوية عندك. يعني الأمان ده يكون أولى حاجة أنت بتفكّر فيها طول ما أنت ماشي في الشارع. أمانك أنت اللي هتحافظ عليه مش غيرك. تخلّيها كده إيه، حلقة في ودنك يا ريت يعني بعد إذنك. و وشكرًا، لحد هنا بقى وكفاية أوي يعني. كفاية، كفاية، كفاية. وإلى هنا تنتهي حلقتنا اليوم في بودكاست نُص الليل، وأشوفكم في الحلقات الجاية إن شاء الله، وأشوفكم على خير. سلام يا حبايب.